بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم في هذا الدرس بنتعلم كيف نصنع الدخون الإماراتي بطريقة جدا بسيطة وسهلة من مكونات جافة ومكونات سائلة. المكونات الجافة تلقونها عندي تباع بالكيلو، خلطة الدخون الجاهزة نبيعها عندنا بالكيلو. تحتاجون معها إلى خلطة التثبيت والزيت العطري. طبعا الزيت العطري اللي بنستخدمه في هذا الدرس اللي هو دهن عود الشيخ عبد الله، من الروائح الجميلة جدا واللي مطلوبة كثير إذا كنتوا تتاجرون في هذا المجال. الزيوت العطرية اللي نستخدمها للدخون أو للعود المعطر أو العود المسقى لازم تكون زيوت قابلة للحرق، والزيوت اللي تتوفر عندي هي زيوت تتميز بهذه الميزة. وأيضا نفس هذه الزيوت تقدرون تستخدمونها لتصنيع المرشات وتصنيع العطور. دهن عود الشيخ عبد الله من أنجح أنواع دهن العود اللي استخدمناها في تصنيع منتجاتنا، وهذا النوع من الأنواع اللي موجودة عندي في المحل هو النوع اللي يناسبني كثير في تصنيع الدخون أو العود أو مثل ما قلنا في تصنيع المرشات، ومطلوب عندنا الحمد لله بشكل كبير. أيضا بتحتاجون إلى خلطة التثبيت. خلطة التثبيت هي واحدة من الأساسيات الضرورية وجودها في الدخون، ولكن خلطة التثبيت اللي لازم نحطها في الدخون هي الخلطة القديمة اللي كان أمهاتنا يستخدمنها، واللي تتكون من العنبر ودهن الورد. وحاليا بتلقون في السوق أنواع كثيرة يقولوا لكم إنها هذه مثبت للدخون، وأغلبها تكون لا ريحة ولا لون، لونها شفاف أو لونها أبيض، وهذا الكلام غير صحيح. خلطة التثبيت للدخون هي خلطة واحدة ما في غيرها، هي تتكون من العنبر ودهن الورد، وبعض الحريم يضيف لها مواد أخرى مثل الفل والفيجي وغيره كمنكهات لخلطة التثبيت، ووجودها ضروري جدا في تصنيعنا للدخون الإماراتي. أيضا هذه الخلطة تباع عندي بحجم نص كيلو. وأيضا من الأدوات الضروري توفرها في تصنيعنا اليوم الميزان بيساعدكم كثير على تصنيع الدخون بمقادير صحيحة، وإذا حبيتوا أنكم تصنعون نفس التركيبة مرة ثانية فما بيصير عندكم أي خطأ في الرائحة. وفي هذا الدرس بنتعلم ويا بعض كيف نصنع بالمقادير الصحيحة، وخلونا نبدأ ونصنع ويا بعض الدخون الإماراتي. وخلطة المواد الجافة اللي قدامكم هذه اللي ياسة أخلطها بتلقونها عندي جاهزة بهذا الشكل، جاهزة مجهزة. كل اللي عليكم أنكم تضيفون عليها الزيوت العطرية بالمقادير اللي بذكرها الحين في الفيديو. بنحتاج 20 جرام من خلطة التثبيت، وبنضيف عليها دهن العود، بنضيف كمية من المزيج السائل، بنضيف كمية ثانية، ولازم تعجنون الدخون عجن صحيح علشان تتمازج كل المكونات. وبعد ما انتهينا من عجن الدخون نشكل الدخون بالشكل اللي نبغيه. تقدرون تشكلونه بشكل الكور أو القروص. هذا هو الناتج من تصنيعنا للدخون بريحة دهن عود الشيخ عبد الله، من أنجح أنواع دهن العود اللي ممكن تستخدمونها في تصنيعكم للدخون. للناس اللي يحبون نكهات دهن العود في الدخون أنصحكم تجربون هذا النوع من الزيت، لأنها ريحته جدا حلوة ثابتة، وفي نفس الوقت ما يسوي لكم ريحة حراق في الدخون. بعد تصنيعنا للدخون وتشكيل الدخون نعبيه في أغراش الدخون. لازم تكون العلبة زجاجية، ونتركها فترة التخمير اللي لا تقل عن شهر. بعد الشهر استمتعوا بأجمل رائحة لدخون دهن عود الشيخ عبد الله.
كل المواد اللي استخدمتها في هذا الدرس متوفرة عندنا في محل دار حمايم للعطور. محلنا موجود في الشارجة في مويلح، وعندنا أيضا توصيل لجميع إمارات الدولة وسلطنة عمان. المواد هي عبارة عن خلطة الدخون الجاهزة من المواد الجافة بحجم كيلو، أيضا نص كيلو من دهن عود الشيخ عبد الله، وخلطة التثبيت بحجم نص كيلو. المقادير لهذه التركيبة موجودة قدامكم. كل اللي عليكم انكم تطبقون الطريقة الصحيحة اللي أنا طبقتها في هذا الدرس بالمقادير الصحيحة، وينتج وياكم دخون برائحة جدا فخمة من رائحة دهن عود الشيخ عبد الله. أتمنى أني فتكم في هذا الدرس، ويا ليت ما تبخلون علي بنشر هذا الفيديو لأكبر عدد من الأشخاص. يمكن في ناس محتاجين أنهم يتعلمون طرق تصنيع الدخون الإماراتي وما عندهم القدرة المادية أنهم يسجلون في دوراتي المدفوعة. أخذكم موزة القفلي من محل دار حمايم للعطور.